بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا طلاب الصف الثالث الإعدادي مع حل سؤال يقيس مستويات التفكير العليا صاد السؤال رقم 14 صاد 239 في كتاب الامتحان. بيقول لي السؤال ده يا أستاذ: حدث تزاوج بين رجل وامرأة أنجب 4 أطفال منهم ولدان وبنتان، نصفهم ذو عيون واسعة والنصف الآخر ذو عيون ضيقة. وضح ذلك على أسس وراثية، علما بأنه يرمز لعيونه الواسعة بدبليو كابيتال والعيون الضيقة بدبليو سمول. أنا هعمل أول كده أجيب الآباء بيرانس كده يا ولاد. الآباء هيكون واحد فيهم سائد غير نقي دبليو كابيتال دبليو سمول، مع فرد آخر متنحي نقي دبليو سمول دبليو سمول. دول الآباء. أجي أوزع الجاميطات الأمشاج هتبقى دبليو كابيتال دبليو سمول دبليو سمول دبليو سمول، ويبدأ التزاوج عشان نطلع أفراد الجيل الأول. F1 أفراد الجيل الأول هيبقى دبليو كابيتال في دبليو سمول، هيبقى دبليو كابيتال دبليو سمول، ودبليو كابيتال في دبليو سمول هيبقى دبليو كابيتال دبليو سمول. تمام كده يا ولاد؟ ودبليو سمول في دبليو سمول هيبقى دبليو سمول دبليو سمول، ودبليو سمول في دبليو سمول هتبقى دبليو سمول دبليو سمول. هيبقوا 50% هم ذو عيون ضيقة و50% ذو عيون واسعة. وجينا نفصل مع بعض يبقى 50% سائد غير نقي و50% متنحي نقي. ده كان حل إجابة السؤال رقم 14 في أسئلة مستويات التفكير العليا صاد 239 كتاب الامتحان. لا تنسونا طلاب الأعزاء الاشتراك في القناة لكي يصل علمنا إلى كل طلابنا الأعزاء والكل يستفيد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.